هيجان وغليان رضا عبد العال بعد تأهل الأهلي على حساب الرجاء المغربي ويسخر من الزمالك. قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. فبعد تأهل النادي الأهلي على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، فقد صرح الكابتن رضا عبد العال بعد المباراة وقال: الأهلي فريق كبير قوي، وهو عارف بيعمل ايه، وحاطط عينه على نهائي دوري أبطال إفريقيا ويفوز بالبطولة كمان. الأهلي بقاله كام سنة بيبتدي بطولة إفريقيا في دور المجموعات بمستوى متذبذب جدا، ولكن لما بيوصل للأدوار الإقصائية بيتحول لوحش وبياكل أي فريق يواجهه. وبصراحة أنا معجب جدا بمارسيل كولر. الراجل ده مش طبيعي بجد، مدرب عالمي وأحسن مدرب في الفترة الأخيرة دخل مصر. مدرب عنده فكر وتكتيكات، مش مدرب جاي ياكل عيش زي مدرب الزمالك. أنا مش عارف ليه الزمالك مش عارفة تجيب مدرب زي مارسيل كولر ده. أنا بقول لكم أهو، انتظروا الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صن داونز الجنوب إفريقي، والأهلي هيفوز عليه وهياخد البطولة. والأهلي مش هيعدي لصن داونز الهزيمة بالخمسة في دور المجموعات زي ما حصل قبل كده. الأهلي خسر بالخمسة من صن داونز ورجع بعدها احتل إفريقيا، وكل سنة يطلع صن داونز من البطولة. افتكروا كلامي كويس، الأهلي هياخد دوري أبطال إفريقيا لأنه عنده مدرب عالمي ولعيبة عندها دم وبتخاف على مشاعر جماهيرها. هو ده كان رد فعل الكابتن رضا عبد العال بعد تأهل الأهلي على حساب الرجاء المغربي. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك القناة ليصلك منا كل جديد.